المشكلة إن بتوع الجزائر، بيقول لك يتدخل الجيش الجزائر لكسر الحصار وفتح الطريق أمام القافلة في سيرت في ليبيا. وأنت مغفل أنت يا عبيط يا بريالة، أنت والجزائر بتاعتك وتونس. عبيط. اولا انت كده كده جاي تعمل فتنه في بين الليبيين وبعض. كده كده هم مستقرين ووضعهم مستقر يعني، وما ما فيش مشاكل بينهم وبين بعض دلوقتي. فانت كده جاي تعمل فتنه بينهم. دي رقم واحد. رقم اتنين، مفيش حد على الكوكب بتاعك ده يقدر يعدي خط سيرة الجفرة ده. خط احمر يا حبيبي. ماشي. خط احمر. اللي هيفكر يتجاوزه هنشيله من فوق وش الارض نهائي. تمام. وعشان شوية البهايم، انت ومش عارف ايه. انا على فكرة معارض للسيسي والسياسات الداخلية المصرية. معارض للسياسات بتاعتنا والضغط علينا عشان خاطر العرب. مش كرها في العرب، بس احنا من حقنا، احنا شعب ومن حقنا نعيش. تمام. بس الوضع اللي احنا فيه يا حبيبي، الوضع الخارجي والازمات الخارجية والحروب من الخارج ديت، احنا اي حد مش هيقف قدامنا. ومش هنعارض حكومتنا، وهنطبل لها وهنقول لها الف نهار ابيض واعملي اللي انت عايزاه عشان تبقى في الصورة يعني. لان دي بلدنا ودي ارضنا وهندافع عنها حتى لو احنا مش لاقيين ناكل. وصلت. وده كلمة للخليج كله. هندافع عن ارضنا لو مش لاقيين ناكل. وانتوا مش هتكونوا عزة عندنا من ارضنا او من اهلنا. فدي رسالة لكم بقى، يا ريت تفوقوا. تمام. ويا ريت بقية العرب يفوق. لان الموضوع انتهى والقرار اتحسن ومفيش فصال. والسلاح كتير زي ما قلت لكم، والطلق اكتر من السلاح. العيال بتلعب بيه في سيجا في الشارع عشان تبقوا في الصورة يعني. العيال بتلعب بالطلق سيجا في الشارع. بمثلها على نفسك. يا اللي عايز تجيب جيش الجزائر، ابقى هات الجيش بتاع الجزائر يجي عشان يفتح الطريق. ابقى هاته وجهز له مكفنه.